تصعيد ملف اللاعبين المعارين من النادي الاهلي في الموسم الحالي، كولر حسم امورهم تماما تقريبا. رفض عوده الثلاثي سعد سمير والمدافع طبعا المعار الى فيوتشر حتى نهايه الموسم الجاري، وايضا الثنائي محمد محمود وعمار حمدي المتواجدين حاليا ضمن صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم الجاري. كان تواصل ثلاثي الفريق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكره من اجل تحديد مصيرهم سواء بالاستمرار او الرحيل خارج التتش او العوده مع بدايه الموسم الجديد. عرفنا ان كولر رفض عوده الثلاثي في الوقت الحالي وبيرغب في استمرارهم ايضا بالاعاره لفتره اخرى في ظل امتلاكه لعدد كبير من اللاعبين. مشهد رائع واهازيج جميله بينتظرها النادي الاهلي بالتاكيد في المباراه النهائيه، لكن قبل ما نوصل للمباراه النهائيه اكيد واخدين بالنا ان الاهلي عنده مباريات متلاحمه في الفتره الاخيره سواء على المستوى المحلي او ايضا على المستوى القاري، وده يمكن اللي بيعرض عدد من لاعبي الاهلي للارهاق. وبالتالي مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي استقر على تطبيق سياسه التدوير بين لاعبيه في مبارياته الثلاثه المقبله بالدوري امام انبي ثم طلائع الجيش ثم سيراميكا كليوباترا قبل خوض مباراه نهائي دوري الابطال. كولر بالتأكيد هيرغب في منح الفرصة لعدد من اللاعبين من أجل تجهيزهم فنيا وبدنيا استعدادا للمراحل الحاسمة من عمر البطولات اللي بيشارك فيها المارد الأحمر بنهاية هذا الموسم، بجانب كمان منح فرصة للعناصر الأساسية من أجل التقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات في غضون 14 يوم فقط. الأهلي مباراته القادمة هتكون أمام إنبي في تمام 9:30 من مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز. بعد كده يوم الجمعه هيلاعب طبعا فريق طلائع الجيش ثم مباراه سيراميكا الاسبوع اللي بعده، بعد كده مباراه النادي الوداد ان شاء الله النهائيه هتكون يوم الاحد 4 يونيو في استاد القاهره. النادي الاهلي اللي نجح في التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي على حساب الترجي بالفوز طبعا ذهابا بثلاثيه نظيفه وايابا بهدف نظيف علشان تنتهي مجموع المباراتين برباعيه مقابل لا شيء. مسؤولي النادي الاهلي بناء على هذه النتيجه الكبيره قرروا صرف مكافآت اجاده للاعبي الفريق عقب التاهل للمباراه النهائيه من دوري ابطال افريقيا على حساب بطل تونس. وياتي قرار مسؤول النادي الاهلي بصرف مكافآت الاجاده بعدما قدم لاعبو الفريق مباراتين في غايه التميز امام الترجي وقطعوا خطوة كبيرة في طريق التتويج باللقب الإفريقي للمرة ال11 في تاريخ النادي الأهلي. ده كمان بيجي بعد ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية لبطولتي الأندية لهذا الموسم دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وبالتالي ضمن الأهلي الحصول على الأقل على 2 مليون دولار بعد صعوده للمباراة النهائية لدوري الأبطال، وفي حال تتويجه باللقب هيحصل على 4 مليون دولار. طبعا مشوار الاهلي الرائع في بطوله دوري ابطال افريقيا يعني دفع مسؤولي النادي الاهلي ان هم يتحركوا سريعا لمباراه ذهاب النهائي. مسؤولي النادي الاهلي عندهم رغبه بالطبع في الحصول على موافقه الجهات الامنيه من اجل حضور الساعه الكامله الى استاد القاهره الدولي في مباراه ذهاب نهائي دوري الابطال امام الوداد البيضاوي المغربي، اللقاء اللي هيجمع ما بين الفريقين يوم 4 من الشهر المقبل، في حين ستقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 من نفس الشهر. علشان كده لجنة المباريات بالنادي الأهلي بتبدأ حاليا في مخاطبة الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الذهاب.